فمن أحبه الله واجتباه الله وشرح صدره للإسلام وأنار قلبه بالإيمان وحبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وجعله من الراشدين، فقد أنعم الله عليه بأعظم نعمة. ذلك لأن النعم إنما تعرف أقدارها بآثارها ونتائجها، وآثار نعمة الإيمان آثار عظيمة تغطي مساحة كبيرة من حياة الإنسان وآخرته، إذ يسعد في هذه الحياة الدنيا بالإيمان، ويسعد عند الموت بالإيمان، ويسعد في القبر بالإيمان، ويسعد في عرصات القيامة بالإيمان، ثم يسعد السعادة الكبرى حين يدخل دار السعداء في جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها.